مرحبا بكم مستمعينا إلى النشرة الثقافية. نبدأ نشرتنا من الجانب السينمائي، حيث قال مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائي إن الدورة 27 للمهرجان والمقررة في أكتوبر تشرين الأول القادم ستكرم المخرج المصري الراحل يوسف شاهين، وسبق للمهرجان أن كرم شاهين قبل وفاته في 2008. ويحتفظ شاهين بعلاقة خاصة مع أيام قرطاج السينمائي، حيث شارك في العديد من الدورات السابقة وفي لجان التحكيم، كما أنه كان يحضر أغلب الدورات. وتفتتح الدورة الجديدة للمهرجان الذي أصبح سنويا بعد أن كان يقام كل سنتين بالتداول مع مهرجان قرطاج الموسيقي في 28 من أكتوبر تشرين الأول المقبل، وتستمر حتى 5 من نوفمبر تشرين الثاني. وقال مدير المهرجان إبراهيم اللطيف في مؤتمر صحفي الخميس إن مسابقة الأفلام الطويلة تضم 18 فيلما بين وثائقي وروائي، ومن بينها 3 أفلام تونسية. ومن المقرر أن يرأس المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية للمهرجان. فيما تشهد الدورة الحالية من مهرجان لوكارنو السينمائي تواجدا مكثفا وملحوظا للسينما العربية، يتمثل في عرض 5 أفلام عربية في مختلف أقسام المهرجان الرسمية، وتواجد ناقد مصري في عضو إحدى لجان التحكيم للمهرجان، بالإضافة إلى مشاركة مركز السينما العربية في فعاليات المهرجان من خلال حلقات نقاشية، بالإضافة إلى نشاط المركز الرئيسي في الترويج للسينما العربية. الأفلام الخمسة التي تشارك في الدورة 69 من مهرجان لوكارنو السينمائي هي الماء والخضرة والوجه الحسن للمخرج المصري الكبير يسرى نصر الله الذي ينافس ضمن المسابقة الدولية للمهرجان، وشهد عرضه العالمي الأول حضورا كبيرا يكاد يكون كامل العدد. الفيلم الثاني هو أخضر يابس للمخرج محمد حماد الذي يشارك في مسابقة العمل الأول للأفلام الروائية الطويلة صناع سينما الحاضر، وحصل على عرض رابع استثنائي بسبب الإقبال عليه. الفيلم الوثائقي 300 ميل للمخرج السوري عروة المقداد الذي يشارك في مسابقة علامات الحياة، والوثائقي زينب تكره الثلج للمخرجة التونسية كوثر بن هنية ضمن الاختيارات الرسمية خارج المسابقة. أما الفيلم اللبناني القصير بجبال الهوى للمخرجة منون نمور الذي ينافس في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة فهود الغد. كما قد وقع الاختيار على الناقد المصري أحمد شوقي ليكون ضمن أعضاء لجنة التحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما. توفي الكندي آرثر هيلر مخرج فيلم قصة حب الشهيرة والرئيس السابق لأكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار عن 92 عاما. وبدأ هيلر حياته الفنية في التلفزيون قبل أن يتحول للإنتاج وينتج أكثر من 30 فيلما على مدى 6 عقود. رشح هيلر لجائزة الأوسكار عن فيلم قصة حب، ومن أشهر أعماله أوثر وسيلفر ستريك وذي أون لوس. ويعد فيلم قصة حب أشهر أعمال هيلر، وقد وردت به الجملة الشهيرة الحب يعني ألا تقول أبدا إنك آسف. ورشح هذا الفيلم من بطولة ريان أونيل وآلي ماكارو ل7 جوائز أوسكار، لكنه لم يحصل إلا على جائزة واحدة فقط كأفضل موسيقى تصويرية. انتظر هيلر حتى عام 2002 ليكرم من الهيئة التي ترأسها خلال الفترة بين عامي 1993 و 1997 عندما حصل على جائزة جان هيرشلت الإنسانية. يذكر أن هيلر الذي توفيت زوجته جوين في حزيران الماضي له ابنة تدعى إريكا وابن يدعى هنريك و5 أحفاد. انتهت النشرة الثقافية. أعزائي المستمعين، نشكركم على حسن الاستماع.